ايفون 18 برو بتصميم جديد وتغير ضخم في الكاميرات وانواع جديده من المعالجات اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي. تفاصيل كتير اتسربت على الايفون 18 برو، فخلينا نبدا باول حاجه وهو شكل الموبايل نفسه، لان في شويه تحديثات مهمه قبل عملتها على الموبايل ده. اهلا بيكم، معاكم ميجو. اول حاجه هو تصميم الايفون 18 برو. التصميم مفيش اختلاف كبير في الشكل عن الايفون 17 برو، لكن ابل هتحدث الالومنيوم يوني بادي اللي هي عملته عشان ابل توحد الشكل بين جسم الموبايل والحته الازاز اللي في ظهر الموبايل دي، اللي هي بالنسبه لي طبعا مستفزه جدا في الايد. دلوقتي الايفون بقى مزيج من خامتين مع بعض، الالومنيوم بتاع الجهاز والظهر الحته الازاز. يعني لو الاتنين بنفس اللون صعب جدا انك تجمع الدرجه بتاعت الازاز ودرجه الالومنيوم الاتنين يكونوا واحده. انما ابل في الايفون 18 برو ناويه تدمج الاتنين مع بعض وتخلي اللون موحد شويه او تقربه الى حد كبير، بسبب رد الفعل اللي هي لقيته من الناس ان الناس ما كانش عاجبها فرق اللون بين الازاز والفريم بتاع الموبايل. طبعا بالنسبه لي كنت اتكلمت على المشكله دي في الريفيو بتاع الايفون 17 برو وقد ايه الاحساس سيء في الايد، وظهر الايفون شكله مش لطيف خالص بسبب فرق اللونين. فالحمد لله ان ابل حست انها عملت حاجه غلط في الديزاين بتاع الايفون 17 برو وبتحاول تحدثه او تحسنه في الايفون 18 برو. تاني تسريب للايفون 18 برو، وهو المفروض الايفون 18 برو ده هيكون اتخن ايفون او اسمك ايفون في تاريخ ابل. للسنه الثانيه على التوالي ابل بتزود في فئه البرو سمك الموبايل، وده طبعا بسبب الزحمه اللي حصلت جوه الموبايل، وان ابل مع الوقت بتحاول تطور في بطاريه الايفون وتزود حجمها، وده اللي يوصلنا ان الايفون 18 برو بطاريته هتكون اكبر من الايفون 17 برو، وده اللي هنتكلم عنه في باقي الفيديو. وبما انه هيكون اتخن ايفون في تاريخ ابل، معناه انه هيكون اتقل ايفون في تاريخ ابل. في مصدر بيقول ان الايفون 18 برو ماكس هيكون وزنه حوالي 243 جرام، وده معناه ان هو زاد 10 جرام عن الايفون 17 برو ماكس و3 جرام زياده عن الايفون 14 برو ماكس، اللي هو يعتبر لحد الان هو اتقل ايفون ابل عملته. واعتقد ان ده سبب كافي يخلي ابل تكمل في نظام الالومنيوم اللي هي عاملاه، عشان لو هي رجعت للتيتانيوم الموبايل هيبقى وزنه مبالغ فيه بصراحه. انما بقى نوصل لثالث تغير في التصميم بتاع الجهاز، وهي الوان الايفون 18 برو. حاليا حسب التسريبات ابل بتجرب 3 الوان جداد، هو اللون الاحمر الغامق القالب على نبيتي كده شويه، واللون البني الفاتح، ولون البيربل او الموف الفاتح. الوان حلوه قوي بصراحه، وانا بالذات مستني الاحمر الغامق ده، عشان المفروض ان اللون ده بقاله مثلا بتاع 4 ايفونات بيتم التسريب ان الايفون الجديد هيبقى اللون ده، فاعتقد الكفه بتميل شويه للون الاحمر الغامق. وخلي بالك ان ال3 الوان مش هينزلوا، هو المفروض ان دي فتره تيست او تجربه، هيجربوا ال3 الوان ومفروض ينزلوا بلون او لونين بالكتير قوي. ولكن نوصل للجزء اللي عامل جدل ومشاكل كبيره قوي على السوشيال ميديا، وهو الشاشه. مقاس الشاشه زي ما احنا متعودين 6.3 انش لفئه البرو و6.9 انش لفئه البرو ماكس، ولكن هنا احتمال يحصل تغير كبير في الشكل اللي فوق، الدايناميك ايلاند. تسريبات كتير بتقول ان الدايناميك ايلاند هتختفي تماما وهيبدلوها بكاميرا اماميه بس، وهتكون فوق على شمال الايفون. يعني كل السنسورات بتاعه الفيس اي دي هتكون تحت الشاشه، لان ابل ناويه تستخدم اشعه جديده بتخترق الشاشه وتعرف تشوف وشك وتفتح الموبايل يعني. لكن المنظر ده مش غريب عليا ومش اول مره نشوفه، طبعا بنشوفه في الاندرويد، فاكيد ابل هتعمل حاجه تكون مختلفه عن الاندرويد. انتوا عارفين دايما ابل بتحب تبقى مميزه. حتى كمان في تسريبات الايفون 14 برو التسريبات كلها كانت بتقول ان الدايناميك ايلاند هتكون على شكل حرف الاي بس مقلوب كده، يعني الكاميرا في دوريه لوحدها، والجزء بتاع الفيس اي دي والسنسورات اللي قدام ده هيكون في حته سودا لوحده. لكن ابل طلعت وفاجئتنا كلنا بفكره الدايناميك ايلاند اللي غيرت موازين فكره النوتش او الشاشه اللي قدام، هي مش مجرد بقعه سودا في شاشه الموبايل. فاكيد الموضوع مش هينتهي عند فكره ان ابل هتستغنى عن الدايناميك ايلاند وان هي هتنقل الكاميرا وتلغي الفيس اي دي او تحطه تحت الشاشه. هيحصل بقى تفصيله، يا اما هيصغروا الدايناميك ايلاند يا اما هيخلوا الدايناميك ايلاند على الشمال، ايا كانت الموضوع ايه، بس هيحصل حاجه. طبعا زمانك استغربت وقلت ليه الكاميرا راحت على الشمال، زي ما انا استغربت بالظبط، بس الحقيقه ان التسريبات بتقول ان الكاميرا هتروح شمال بسبب السنسور اللي ابل هتضيفه جديد للكاميرا اللي قدام. الكاميرا اللي قدام هتكون 24 ميجا بكسل، وده هيدي الكاميرا اللي قدام تطور كبير جدا. السنسور اللي هيكون محطوط للكاميرا دي هيكون اكيد حجمه اكبر من اللي هو محطوط في ال 17 برو، ومع الزحمه اللي محطوطه جوه الجهاز من فوق صعب قوي ان ابل تفضل سايبه الكاميرا في النص بحجم السنسور الاكبر ده. طب ده بالنسبه للتغير اللي هيحصل في السكرين او في الكاميرا اللي قدام بتاعه الموبايل. طب الكاميرات اللي ورا، الكاميرات اللي ورا هتفضل زي ما هي بنفس الشكل اللي احنا متعودين عنه في الايفون 17 برو، وهو بار الكاميرات اللي ابل اعلنت عنه جديد في الفئه دي. لكن الكاميرا الرئيسيه في الايفون 18 برو هنا هتاخد ميزه موجوده في الكاميرات الدي اس ال ار، اللي هي الكاميرات البروفيشنال اللي الناس بتستخدمها في التصوير. هتقدر تتحكم بايدك كميه الضوء اللي داخله للكاميرا عشان تحدد الصوره بتاعتك يكون شكلها منور قوي، ضلمه شويه، كل التفاصيل دي. وده هيوصلك لتفاصيل حلوه جدا تحسن لك الدبس والفيلد ويخلي لك الفيديو انعم. وطبعا
طبعا فرق ضخم للتصوير بالليل لانه هيسمح بكميه ضوء اكتر تخش للكاميرا، ودي حاجه هتكون بدل ما المعالج نفسه بتاع الايفون هو اللي يعالج الصوره بعد ما تصورها. الميزه دي هتكون محطوطه على سنسور جديد لاول مره من سامسونج. السنسور ده هيقلل النويز ويزود الدايناميك رينج في الصور، فهيوصلك لمرحله تصوير احترافيه اكتر من كمان ال 17 برو. وكمان ابل هتعمل تغير شويه في زرار الكاميرا كنترول، الزرار اللي ملوش اي 30 لازمه. ابل استجابت وحست ان الناس فعلا ما بتستخدمش الزرار ده الا ان هي تفتح ابلكيشن الكاميرا او تصور، لكن فكره بقى ان انا امشي صباع عليه واخش على فلتر مختلف والاكسبوجر وكل القصه دي، لا، نادر جدا لما حد بيستخدمها. فابل ناويه في الايفون 18 برو ان هو يكون مجرد زرار عادي زي زرار الباور اللي فوقيه، مش بقى زرار تاتش، وده عشان يقلل التكلفه اللي المفروض ايفون 18 برو هيكون عليه. كمان ابل هتقدم في الايفون 18 برو المودم الجديد بتاعها اللي هو C2. المودم بتاع دلوقتي اللي محطوط في الايفون 17 برو هو المودم اللي بيدعم خاصيه ال 5G واللي بيوصل لحد سب 6. المودم C2 اللي ابل هتضيفه في الايفون 18 برو ده هيبقى بيدعم 5G اسرع، وهيحط لك مليمتر ويف اسرع بكتير من اللي موجوده في الايفون 17 برو، وكمان احسن من شركه كوالكوم. انما بقى المعالج بتاع الايفون 18 برو هو ال A20 الجديد. المعالج ده ابل ناويه تطور فيه جامد قوي، هو اول معالج هيكون بتقنيه ال2 نانومتر. الارقام اللي اتسربت للمعالج ده هيكون الاداء فيه ازيد 15% عن الايفون 17 برو، وده رقم كبير ان هو يحصل في نقله واحده في الايفون. كمان الرام بتاع الايفون 18 برو هيكون اقرب للتشيب او المعالج بتاع الموبايل، فده هيدي سرعه اكبر للموبايل. التسريبات بتقول ان البطاريه بتاعه الايفون 18 برو المفروض هتكون اكبر عن الايفون 17 برو، وده بسبب ان حجم او سمك الموبايل هيكون زياده عن السنه اللي فاتت. بس كارقام بالظبط ما حصلش لسه تسريب بالظبط البطاريه دي هتكون قد ايه، بس كله بيقول ان البطاريه هتكون اكبر. نوصل بقى لاخر حاجه وهو ميعاد نزول الايفون، ودي حاجه مختلفه السنه دي ابل هتعملها، واعتقد فكره تسويق عن هي فكره ان انا بغير نظام. احنا متعودين كل سنه ان في شهر 9 بيتم الاعلان عن سلسله الايفون كامله، لكن السنه دي الوضع هيكون مختلف. ابل هتعلن السنه دي على الايفون 18 برو وبرو ماكس والايفون الترا او الايفون فولد، وده اللي كنا قلنا التسريبات بتاعته برضو في فيديو تاني. هم دول بس اللي هيتم اصدارهم في شهر 9 2026، لكن بعدها بكام شهر في شهر 3 2027 هيتم الاصدار بتاع الايفون 18 العادي والاير 2 والايفون 18 اي. ودي خطه ملعوبه جدا، ان ابل دايما عارفه ان الناس اول ما بيحصل اصدار لايفون جديد الناس بتجري تشتري الايفون الجديد، فهي عشان تقلل من بيع الايفون 18 العادي وتخلي كل الناس يروحوا يشتروا البرو، فهي رحلت لك فكره الايفون العادي بقى، لان هي عارفه ان حاطه امكانيات قويه في الايفون العادي من ساعه الايفون 17 العادي، شاشه 120 هرتز وتفاصيل كتير قوي بصراحه حلوه جدا بقت في الفئه العاديه. فاكيد بسبب مبيعات الايفون 17 العادي العاليه السنه دي ابل عملت الحركه دي. هي مش خدعه منها قد ما هي خدعه تسويقيه قويه جدا بصراحه. ما تنساش بقى تدعمني باللايك والشير وسبسكرايب. الجمال بتوعك يا صديقي. سلام.